عاش في صمت ورحل في صمت. كان صحفي ودخل التمثيل بالصدفة، ومراته مغربية وقفت في ظهره. قضى حياته في شقة صغيرة وما عندوش عربية، وحالته المادية ماشية بكرم ربنا عليه، وكان حلم حياته ياخد البطولة. وعادل إمام وش الخير عليه، وشايف الشبه ما بينهم ما فاتوش بحاجة. أسرار فكري عبد الحميد شبيه عادل إمام بعد رحيله. يا ترى إيه أسرار حياته؟ عادل إمام عمل إيه لما عرف خبر رحيله؟ هل عنده أولاد ولا لا؟ يلا بينا نعرف كل ده في الفيديو ده، بس خليكم معايا للآخر، في مفاجآت كتيرة عنه. خلاص راح اللي لما تشوفه الضحكة تترسم على وشك وتطلع تجري عليه عشان نسلم عليه وناخد صورة معاه، على أساس إنه الزعيم عادل إمام أيوة كان بيعوضنا عن غيابه وعن الأضواء. الفنان فكري عبد الحميد تعيشوا انتوا أعلن خبر رحيله صديقه المقرب منه. خبر صادم حقيقي، الكل حزين عليه لأنه فنان عايش في صمت ورحل برضه في صمت. لا عمره عمل مشكلة ولا طلع سر مش كويس من أسرار كواليس تصوير الأعمال اللي شارك فيها. كان أي ممثل حد يسأله عليه يقول ده ابن حلال ومتواضع. فكري عبد الحميد قصة حياته حكاية بمعنى الكلمة، واتشقلبت في يوم وليلة بسبب الزعيم عادل إمام. واللي حصل لأن فكري كان ملوش علاقة خالص بالتمثيل، ومتجوز مغربية ومخلف منها 4 ولاد يسدوا عين الشمس. وفي يوم صاحبه قال له في دور حلو قوي ليك في مسلسل الظلال، وده كان سنة 1986. قال له لا يا عم تمثيل، أنا راجل كبرت خلاص. قال له بس اسمع مني، وفعلا في النهاية سمع كلامه وشارك في المسلسل، ومنه طلع على فيلم حكمة فهمي مع نادية الجندي. وشوية شوية ربنا كرمه وشارك مع عادل إمام في مسرحية الزعيم. والحقيقة في الوقت ده ما كانش في شبه خالص ما بينهم، ولا الزعيم حتى اتكلم عليه ولا سلم عليه، كانوا يشوفوا بعض من بعيد لبعيد. وفيلم ورا مسرحية بقى الله أكبر عليه، مشارك في أغلب أعماله، منهم بخيت وعديلة الجزء الأول والتاني، ومسرحية بودي جارد والكباب والإرهاب. وفي يوم كلموا رامي إمام عشان يشارك في عمل مع أبوه، ولما دخل فكري لوكيشن التصوير الكل اتخضوا وقالوا زعيم وصل، وقاموا يسلموا عليه. بس المفاجأة إنه طلع فكري عبد الحميد، وهنا الكل اتصدم لأنه بقى صورة طبق الأصل من الزعيم، رغم إنه ما كانش فيه أي تشابه ما بينهم زي ما قلت لكم. ومن هنا بدأ رامي ابن الزعيم يرشحه عشان يقوم بدور دوبلير مكان أبوه، وكان آخر عمل ليه مع الزعيم في مسلسل فالنتينو. والحقيقة إن ده العمل الوحيد اللي سلم فيه فكري على عادل إمام وكأنه بيودعه. أيوة تخيلوا كل الأعمال اللي شارك فيها ما حصلش بينهم ولا سلام ولا كلام غير في المسلسل ده. ولما دخل فكري على الزعيم وهو قاعد مع داليا البحيري قال له ازيك يا أستاذ عادل إمام، أنا فكري. قام الزعيم بنفسه وحضن وسلم عليه. وفي الليلة دي فكري ما قدرش ينام من الفرحة، وبصراحة كان الشبه ما بينه وبين عادل إمام وش الخير عليه. بس هو بيقول الشبه ده ما فادنيش بحاجة، يعني الحمد لله ما اتغرتش ولا خدت مقلب في نفسي، أنا زي ما أنا والزعيم واحد بس. فكري قضى حياته كلها في شقة صغيرة وما عندوش عربية، وحالته المادية ما كانتش أحسن حاجة. ما هو كان بيقدم أدوار ثانوية وكان حلم حياته ياخد البطولة، بس للأسف رحل قبل ما يحقق الحلم. بس ما قالكوش مراته كانت ب100 راجل وقفت في ظهره وما حسستوش بحاجة. أما بقى اللي عمله عادل إمام بعد رحيله فهو زعل عليه جدا ودعاله بالرحمة، وفي النهاية بندعيله بالرحمة والأهله بالصبر.